السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساكم. كيف حالكم؟ طيبين وش أخباركم؟ مبسوطين؟ في نعمة؟ كلكم زينين؟ وأموركم زينة؟ وأنتم زينين؟ حنا في خير، نامكم في خير، حنا في خير. الله يسعد الوجيه. هيا صلوا على نبيكم. أنا أطرح علي سالفة بعد المغرب ومن يوم ذكرتها وأنا مغير أضحك. والله إني كل ما جيت بهرج بها أضحك في نصها وأخربها والله ما أقدر. السالفة إن شاء الله إني أجيبها لكم من دون ضحك، لأن والله إن الضحك إنه مشكلة أخربها. حنا في الوادي دحين عندنا مثل دارج من قديم، أنا سمعت به وأنا صغير وتقصصت حقائق المثل هذا وجبته. المثل عندنا أي واحد رايح لحاجة يا ولد جبت فلان، قال فريديس يجيبه، فلان فريديس يجيبه. طيب فريديس هذا وش؟ كيف يعني فريديس يجيبه؟ أعطونا فريديس، هيا خذوا فريديس. رحمة الله عليه. هذا فريديس رحمة الله عليه كان في الوادي عندنا، وكان مري زي ما يقولون، في بعض الناس يقولون له مري وفي ناس يقولون قصاص أثر، وكان تبع المركز ويقص الأثر. وفريديس عنده فراسة وعنده يعني الله أعطاه موهبة الأثر هذا. مجرد ما يشوف على قولهم الرجال لو بعد 20 سنة يشوف الجرة يقول هذه جرة فلان، يعني من قوة الفراسة والموهبة اللي الله حطها في فريديس هذا، لدرجة ان المنطقة كلها الآن ذيك الأيام كانت ما عاد يشيلون هم، خصوصا السرقات. ايام ما كانت سرقات وقطاع طرق وعالم، ما عاد يشيلون هم. ليش؟ فريديس موجود، فريديس يقص. يجيب لك العلوم كلها فريديس. فخلاص صار مرة ما عاد أحد يدور شيء، كل شيء عنده فريديس. خلاص وثقوا العالم في راس فريديس هذا تبارك الله يرحمه، وثقافته في الأمور هذه ونباته وفراسته. الله يرحمه ويرحم جميع الأموات المسلمين. المهم يوم من الأيام حصل يوم من الأيام العرب صاروا تقلل تطمنوا خلاص فريديس موجود يجيب لنا خصما. العالم في راس فريديس هذا تبارك الله يرحمه، وثقافته في الأمور هذه ونباته وفراسته. الله يرحمه ويرحم جميع الأموات المسلمين. المهم يوم من الأيام حصل يوم من الأيام العرب صاروا تقلل تطمنوا خلاص فريديس موجود يجيب لنا خصما يجيب خصمنا. يوم من الأيام في عرب جالسين في مزرعتهم والحلال حقهم في الشعب وراهم أو قريب من المزرعة يشوفون الشوف العين. المهم جالسين يسولفون كذا على المغرب ولا حوله. والله جاء الموتر ما في أحد عند العزبة، دق ريوس حمل والله ما ادري ايش حمل من الطليان، وانتبه لهم واحد من الاثنين هذول ينتبه له ويدق خويه فلان فلان فلان، ها يا ابوي هذا حملوا الغنم حقتنا حمل. طالع والله السيارة تحمل، قال كب يا شيخ فريديس يجيب. يا ابوي الحرامي، قال يا ابوي ريح نفسك ونروح نجمع الحرامي. فريديس يجيبه خلاص. راحوا هذا حمل الطليان ومشى، راحوا للمركز اشتكوا. جاك فريديس يقص الجره، طبعا اول لا يجي قصاص الاثر في جره، قال ايوه جرته فيه والله يجيك فريديس. طبعا المري او قصاص الاثر لمن اخذ الجره من هنا يروح ينجم لها في مكان ثاني، يعني تقدم لها ترى طلع منه ولا من المهم نجم لها مع ذاك العقم، وما هو الدرب اللي اعطوه اياه. كان يزهم عليه عم فريديس عم فريديس، قال ها، قال ما راح من هنا. كيف ما راح من هنا؟ قال لا احنا شفناه راح من هنا. قال يعني انتم شفتوه حمل حلالكم؟ قالوا جايني. قال هذا حين طال عمرك يا ابوي العرب اللي فريحون انفسهم يقول لك كبوا بس فريديس يجيب. هذا فريديس رحمة الله على فريديس ورحمة الله على جميع اموات المسلمين. والعرب الظاهر اهل الطليان ماتوا، ولكن الله يرحمهم. سلامتكم.